ومن تلك المسائل ما روي أن يهوديا اليهود دائما ينقضون من قبيل تقول بالمثل سكين الخاصرة على كل حال، حتى على النبي وحتى على أمير المؤمنين، أن يهوديا جاء إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا علي، يوجدون حكايات، يا علي أعلمني أي عدد يتصحح فيه الكسور التسعة جميعا من غير كسر، وكذلك من كل من كسوره التسعة إلا من 5، فيكون له كل من الكسور التسعة مصححا من غير كسر إلا الثمن لربعه، والربع لثمنه، والسبع لسبعه، والتسع لتسعه، والثمن لثمنه. هي فهم السؤال، هي دوخة بعد تجاوب. فقال عليه السلام: إن أعلمتك تسلم، إلى ثمن، يريد مقابل إله، ليس إله وإنما لمصلحة المخاطب طبعا، سبحان الله. إن أعلمتك تسلم، قال: نعم. قال: اضرب أسبوعك في شهرك، ثم ما حصل في سنتك تظفر بمطلوبك. هذا هو.